المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرتية، وفيها: مزارع طرونة توجد في أوضاع جيدة. دعوة لحل خلافات العمل عن طريق الصلح. جهود للمحافظة على صحة البيئة بالإقليم الأوسط. بوركينا فاسو تعلن عن ضبط جواسيس. رئيس وزراء بريطانيا يقود أكبر بعثة تجارية حكومية إلى مومباي. وزلزال بقوة 6.7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة. وصلت المحاصيل المزروعة في مساحة 14,380 هكتارا في مديرية طرونة إلى حالة جيدة بفضل جهود المزارعين وموسم الأمطار الجيد. أوضح خبير تنمية نباتات السيد بريهو بياني أن تأخر هطول الأمطار كان مثيرا للقلق في شهري يونيو ويوليو، لكنه سجل هطولا جيدا للأمطار في شهري أغسطس وسبتمبر، مما شجع لزراعة 4,435 هكتارا من الذرة و3,000 هكتار من الذرة الشامية و2,600 هكتار من الطاف و2,200 هكتار من الدخن و400 هكتار من القمح و220 هكتار من الشعير و1488 هكتار من الحمص، كما تمت زراعة 36 هكتارا بالبذور الزيتية ووصلت جميعها إلى مرحلة الحصاد. وفيما يتعلق بكمية الأمطار المسجلة، سجلت محطة طرونة 717.6 ملم خلال 44 يوما، ومحطة عون عندوم 581 ملم خلال 32 يوما، ومحطة دبة فانوس 594 ملم خلال 43 يوما. ودعا مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد هبتش تخل برهان المزارعين إلى تفقد مزارعهم بانتظام وجمع المحاصيل سريعا وإبلاغ الخبراء الزراعيين عند ملاحظة وجود أي آفات زراعية. أعلن قسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حل 88% من الخلافات العمالية التي تم رفعها إلى فرع علاقات العمل على مدى 5 سنوات بالصلح، حيث تمت تسوية 2590 خلافا، بينما تم إلقاء وتأجيل 12% منها. وقال المدير العام لقسم العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد ولد يسوس إليسا لوكالة الرنا أن الوزارة تعمل على ضمان تطبيق قانون العمل ودراسة متطلبات الموارد البشرية والتوظيف على المستوى الوطني، والعمل على تلبية احتياجات الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، ومراقبة وتطور العمال وأصحاب العمل، وضمان سلامة وصحة العمال. وذكر بأن جميع الأنشطة الجارية تعتمد على إعلان قانون العمل الذي يضمن حرية حقوق العمال في التنظيم ويخلق منصة لأصحاب العمل والعمال لمناقشة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، موضحا القيام خلال السنوات ال5 الماضية بعمليات استطلاع في 2163 مؤسسة عن أوضاع العمل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وأشار إلى رصد نواقص كثيرة في مواقع العمل، منها 2051 حالة قصور في الحد الأدنى من ظروف العمل، و1006 حالة نقص في الصحة والنظافة المهنية، و970 في السلامة الصناعية والوقاية من الحوادث، و1987 حالة في التعامل مع السجلات وعقود العمل والفصل في المؤسسات التي جرى الاستطلاع فيها. وحول تسجيل الباحثين عن فرص العمل، قال السيد ولد يسوس أن أكثر من 1893 وظيفة شاقرة كانت متاحة خلال الأعوام المذكورة، 91% منها تم شغلها من قبل الباحثين عن عمل. وقد أصبحت إريتريا عضوا في منظمة العمل الدولية في عام 1993، ووقعت على 8 اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية. وجه الاجتماع التقييمي للعملية التعليمية في مديرية الشعب المنعقد في 6 أكتوبر الجاري وجه دعوة إلى تنسيق الجهود لتحسين نتائج التعليم. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ جمع صالح في التقرير الذي قدمه عن العام الدراسي الماضي نجاح 90% من 6762 طالبا، بينهم 2793 طالبا، مشيرا إلى أن إهمال الوالدين وتسيب الطلاب ونقص المعلمين من التحديات الرئيسية. ودعا مسؤول التعليم في إقليم
شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إلى تعزيز دور ومساهمة الإداريين ولجان أولياء الأمور في الجهود المبذولة لضمان جودة التعليم وتعزيز مشاركة المرأة. من جانبه دعا مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم إلى تعزيز العلاقة الثلاثية بين الآباء والطلاب والمعلمين لتقوية العملية التعليمية والحد من مقاطعة التعليم. وتوجد في مديرية الشعب 30 مدرسة تقدم التعليم من المرحلة التمهيدية إلى الثانوية. أفاد فرع وزارة الصحة بالإقليم الأوسط أن برنامج نظافة البيئة الذي نفذ في مديريات سرجقة وبريح وقال نفحي عام 2025 قد حقق نتائج مشجعة. وذكر مسؤول الصحة البيئية في الفرع السيد إبراهيم بلاي أن 75 من الأمراض المعدية المعروفة في جميع أنحاء العالم سببها عدم النظافة، وأن المجتمع مطالب بالمساهمة في الوقاية منها من خلال ممارسة النظافة البيئية والشخصية. وأوضح أن نسبة استعمال دورات المياه ارتفعت من 2% فقط في عام 2006 إلى 89% في المناطق الريفية، مما يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي. وأضاف أن الاستخدام المتزايد لدورات المياه على المستوى الإقليمي هو نتيجة للوعي الذي تم بثه عبر الحملات التي يتم تنفيذها بين الحين والآخر والتي تحقق نتائج مرضية. ونصح المجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص بالحفاظ على النظافة الشخصية، بالإضافة إلى نظافة مياه الشرب والطعام وغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الأطعمة. قام مكتب الزراعة بمديرية حلحل بتوزيع الدواجن على المزارعين بأسعار مناسبة في 5 أكتوبر الجاري ضمن برنامج تحسين معيشة الأسر. وأوضح مسؤول المكتب السيد ياسين محمد إدريس أن 250 أسرة من إدارات ضواحي حلحل وملبسو ورهي وقرطت استفادت من البرنامج. وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الغذاء المغذي للجميع لتمكين الأسر اقتصاديا وضمان توفير غذاء صحي. وحث السيد ياسين على رعاية الدواجن الموزعة جيدا لتحقيق نتائج المرجوة. وعبر المشاركون عن امتنانهم للبرنامج مؤكدين استعدادهم للعمل على تحسين وضعهم المعيشي عبر هذه المساعدات. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو توقيف 8 أعضاء في منظمة إنسانية بينهم 3 أوروبيين متهما إياهم بالتجسس والخيانة. وقال محمد سانا وزير الأمن أن الموقفين 8 أعضاء في منظمة إنسو المتخصصة في حماية العاملين في المجال الإنساني، من بينهم فرنسي وامرأة فرنسية سنغالية وتشيكي ومالي، إضافة إلى 4 مواطنين من بوركينا فاسو. وأضاف سانا أن من بين الموقوفين المدير المنظمة غير الحكومية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ونائبه. وسبق أن اعتقل المدير نهاية يوليو الماضي عندما أوقفت السلطات عمل المنظمة ل3 أشهر متهمة إياها بجمع بيانات حساسة من دون إذن. وتقدم المنظمة غير الحكومية نفسها ومقرها في لاهاي تحليلات أمنية لمنظمات إنسانية أخرى. واصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الهند في أول زيارة له منذ توليه المنصب برفقة وفد يضم 125 من رجال الأعمال والقادة لتعزيز العلاقات التجارية بعد توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. وتهدف الزيارة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وزيادة التبادل التجاري مع مناقشة قضايا استراتيجية دون زيادة في تأشيرات العمالة الهندية. وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من توقيع الهند وبريطانيا اتفاقا تجاريا خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بريطانيا في يوليو الماضي. كما تأتي الزيارة فيما يشهد البلدان تحولات جيوسياسية كبرى بما في ذلك علاقاتهم التجارية مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتعد زيارة ستارمر أول مهمة تجارية من نوعها يقوم بها زعيم بريطاني إلى الهند منذ عام 2016 عندما ترأست رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي وفدا من قادة الأعمال البريطانيين إلى البلاد.
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجات ضرب قينيا الجديدة. وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم يعلن المركز عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية. وفي ذات اليوم أكدت هيئة الإرصاد الجوية اليابانية وقوع زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب الثلاثاء قرب سواحل محافظة فوكوشيما بدون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة. وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترا، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية عقب الزلزال. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن أسماء الفائزين في جائزة نوبل في الكيمياء. وبحسب الأكاديمية فاز العلماء سوسومو كيتاجاوا وريتشارد روبسون وعمر ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لتطويرهم أطرا معدنية عضوية. وتمنح هذه الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون بها 11 مليون كورونا سويدية ما يعادل 1.2 مليون دولار أمريكي. ويكتسب الفائزون شهرة واسعة بفوزهم بأعرق جائزة علمية في العالم. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. أوضاع جيدة لمزارع طرنا. دعوة لحل خلافات العمل عبر الصلح. جهود للمحافظة على صحة البيئة بالإقليم الأوسط. بوركينا فاسو تعلن عن ضبط جواسيس. رئيس وزراء بريطانيا يقود أكبر بعثة تجارية حكومية إلى مومباي. وزلزال بقوة 6.7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.